لو عندكم نص كيلو دقيق تعالوا نعمل بيهم أحلى رول بيتزا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وهيحبوها الكبار والصغيرين. أول خطوة معايا هنا هننزل بالدقيق كده ونبدأ نضيف عليه معلقة خميرة فورية كبيرة ونص معلقة ملح ونص معلقة سكر ونقلب المكونات دي مع بعض ونضيف المية تدريجي على حسب نوع الدقيق. أنا هنا استخدمت كوباية مية عبارة عن 250 ملي. هبدأ أقلب الخليط ده لحد ما العجينة معايا تتجانس. هنا أنا بلم العجينة لحد ما تتشكل معايا كده وفي الآخر هضيف مكعب زبدة أو زيت بس أنا بحب الزبدة يعني. هنا العجينة اتشكلت معايا هو ده المطلوب. هبدأ بقى أغطيها وأسيبها تتخمر لمدة ساعة على حسب درجة حرارة الجو عندكم. هنا كانت العجينة اتخمرت معايا كويس. هديها بقى بوكس كده وهبدأ ألمها عشان نشكلها مع بعض. في الخطوة دي أنا هجيب أي حاجة أفرد عليها العجين وأرش رشة دقيق بسيطة وهحط العجين بقى عشان أشكله. هبدأ أفرده كده معايا لحد ما يتفرد معايا بالشكل ده. أول حاجة وأول خطوة هي صلصة البيتزا، طبعا كلنا عارفين طريقتها. هفردها على كل العجينة وهنا بعد ما اتفردت معايا كويس هبدأ بقى بالحشوة. أي حشوة تفضلوها بس أنا بفضل حشوة البسطرمة، أنا بحب البسطرمة. معايا هنا طماطم وفلفل ورشة جبنة موتزاريلا ورشة جبنة تركي وهبدأ أحط البسطرمة آخر حاجة. ونبدأ بقى نلف العجين بشكل رول كده بس نلفه كويس عشان الحشوة ما تطلعش مننا. هلم العجينة كده من الحروف وأبدأ ألفها. هنا أنا كنت لفيت الرول كله. هبدأ بقى أساوي الحروف وأضغط عليها ضغطة بسيطة عشان الحشو ما يطلعش. هنقطعها كده ل15 قطعة صغيرين. يا ريت لو وصلتوا معايا لنص الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. هنجيب صينية بقى ونبدأ نرص فيها قطع الرول دي. هنحطهم جنب بعض كده وبعد ما نرص الصينية هنسيبها حوالي 10 دقايق برضو تخمر معانا عشان تبقى في الفرن هشة. هنا أنا كنت خلصت كل الصينية. هدخلها بقى على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. وهنا كانت خلصت معايا. استنوني فيديو جديد. هتوحشوني. باي باي.